سامع الدوشة دي؟ تخيل بقى انك عايش بالصوت ده جوه دماغك 24 ساعة، وانت بتاكل وانت بتشتغل، حتى وانت قاعد وسط اصحابك. تخيل يا مؤمن وانت نايم، انذار حرايق شغال على الفاضي ومليان ما بيفصلش ابدا. صوت خفي بيقنعك طول الوقت ان في مصيبة هتحصل بكرة، او انك انسان فاشل ومزيف وكل اللي حواليك هيكتشفوا ده قريب، او ان الناس اللي بتحبهم هيمشوا ويسيبوك في اي لحظة. النهاردة احنا بنفتح ملف الجرائم النفسية، الجرائم اللي ما فيهاش ولا جثة على الارض ولا في مسرح الجريمة بتاعها نقطة دم واحدة، لأن النزيف كله بيحصل جوه دماغك أنت ومحدش سامع غيرك. النهاردة إحنا هنحقق مع أخطر عصابة بتسرق هدوءك وبتستنزف طاقتك وبتسرق ريموت حياتك عشان تتحكم فيه. افتح المحضر يا ابني عشان المسألة المرة دي حياة أو موت. عصابة الظل دي مش مجرد حرامي أو اتنين، دي مافيا كاملة، وكل مجرم فيها ليه تخصصه. فيها المجرم المزعج اللي بيحبسك جوه فكرة بتتعاد 1000 مرة وما بتخرجش بره دماغك، زي الوسواس القهري OCD، تخليك تغسل في ايدك لغاية ما تنزف، أو تخليك ترجع من نص المسافة عشان تتأكد إن الباب اتقفل. وفيها القاتل المأجور اللي بيخنقك فجأة ويقنعك إن قلبك هيقف وإنك هتموت دلوقتي، زي نوبات الهلع، البانيك اتاكس. المتهم الاول ده ما بيكسرش باب بيتك، ده بيتسلل من تحت مسام جلدك زي السكينه في الحلاوه. المتهم ده باين من اسمه الاكتئاب، بس الحقيقه مش زي ما بيطلعوه في الافلام، بيعيط بقى في الضلمه ولابس اسود وكده. انا بتكلم عن النسخه المرعبه والاسوأ ما بيننا، وهي الاكتئاب المبتسم. احمد ده الموظف المثالي، الشاب الجدع وسط اصحابه واللي بيرد على الايميلات في وقتها ويخرج مع اصحابه بالليل على القهوه ويحاسب على المشاريب. بس اول ما بيرجع بيته وبيحط المفتاح في الباب بيتحول، بيقعد على طرف السرير بالساعات ويبص للسقف. مش زعلان، بس هو حاسس ان في حاجه تقيله على صدره. الاكتئاب بيغير العدسه اللي بيشوف فيها الدنيا، بيسحب كل الالوان وبيخليها بس رمادي، بيقنعه ان هو عبء على اللي حواليه وان اختفائه اريح للكل. احمد بيمثل انه عايش عشان خايف من احكام الناس، فبيلبس ماسك السعاده الصبح ويستنزف اخر قطره بنزين في روحه. ده بقى لا هو كسل ولا هو دلع، انت فعلا مش قادر، انت مش جثه، انت ببساطة بس عايش على وضع الطيران، فاصل ارسال واستقبال، زي ما تقول كده فاصل من الحياة بس لسه بتتنفس. على النقيض تماما بيظهر المجرم التاني، اضطراب الشخصية الحدية، البوردر لاين. إذا كان الاكتئاب بيشلك وبيفصلك عن الدنيا، فالبوردر لاين ده انفجار مشاعر ما بيهداش أبدا يا صديقي. صاحب البوردر لاين ده بيبني أمانه وعلاقاته كأنها بيت من الورق، مفيش اساسات، مفيش جدران تحميه، اي نسمه هوا بتهزه واي كلمه بسيطه ممكن تهد البيت ده على دماغه. المريض في الحاله دي عايش بمبدا يا ابيض يا اسود، مفيش اي مناطق رماديه في النص، يا اما انت اعظم انسان في الكون يا اما انت الشخص المسؤول عن تدمير حياته. الجريمه الكبرى اللي بيعملها الشخص ده في صاحبه هي زرع الخوف من الهجر. تخيل كده انك بعت رساله لحد وما ردش عليك لمدة ساعتين. الشخص ممكن يقول انك مشغول، لكن مريض البوردر لاين في الحالة دي هيترجم انك بتكرهه وقررت تبيعه وانه ما يستاهلش انه يتحب. وكل ده بينفجر من مجرد تصرف بسيط يفتح عليه دفاتر صدماته القديمة، وده بيخليه يتصرف باندفاع ويدمر بيه كل حاجة بيحبها. هتسألني وتقول لي ازاي العصابة اخترقت دماغ الناس دي وليه استهدفتهم هم بالذات؟ ندخل بقى بشغل الطب الشرعي والتحريات العلمية. التحقيقات بتقول ان الموضوع ده ميكس غريب ما بين 3 حاجات واتحدوا في حاجة واحدة. اول حاجة هي المصنع، الجينات الوراثية اللي بتحدد قابليتك واستعدادك للمرض. جزء من القصة ده مكتوب في الشفرة بتاعتك قبل ما تتولد. وتاني حاجة هي البيئة، الصدمات النفسية وأحداث الطفولة القاسية. الحاجات دي بتسبب ندبات في المخ زي الوشم كده، يعني موقف قاسي يتكرر من ابوك او استاذك، تنمر تعيشه او اهمال عاطفي تتعرض له، والموضوع يكون مشروط ان الحدث ده مستمر وبيتكرر. احنا مش مصنوعين من الازاز عشان نتكسر من اول خبطه. ثالث حاجه والاهم هي الكيمياء. الكيمياء بتبقى موجوده جوه دماغنا في منطقه اسمها اللوزه الدماغيه، ده انذار الحرايق بتاع جسمك. مع الصدمات المستمرة والاكتئاب الجهاز ده بيفضل معلق وبيضرب 24 ساعة. المخ بيغرق الجسم بهرمون التوتر اللي اسمه الكورتيزول، فبالتالي في أجزاء من مخك بتكش وأجزاء تانية بتخش في حالة هياج مستمر. يعني احنا كده قدام عطل مادي وملموس في كيمياء المخ.
ملوش اي علاقة بضعف الايمان او قلة القوة الشخصية او انك مش راجل والمفروض تستحمل. ولان المصايب ما بتجيش فرداني، فبيظهر مجرم تالت في القضية دي، مجرم بيسهل للعصابة دي شغلها. اسمه ايه؟ الوصمة المجتمعية. لو واحد رجله مكسورة وعظمها باين، مستحيل حد يشوفه ويقول له امشي عليها كده واجمد وهتبقى كويس، على طول هياخدوه ويروحوا بيه على المستشفى. بس لما الروح هي اللي بتتكسر وكمية المخ بتبوظ، المجتمع كله بيتحول للايف كوتش ومفتي. بيقولوا لك بقى انزل غير جو، اخرج اقعد على القهوة، صلي ركعتين وما تبقاش كئيب. اللذة الطبية دي مش بتعالج نزيف داخلي، الكارثة ان المريض بيصدق انه المذنب، بيخاف يروح لدكتور نفسي عشان ما يتقالش عليه ضعيف او ناقص او مجنون، فيقرر انه يعاني في صمت. بيقفل على نفسه الباب لحد ما العصابة دي بتحتل دماغه وبتخليه يسيب شغله او يخسر علاقته مع اللي بيحبها، واحيانا في اسوأ السيناريوهات يخسر حياته نفسها. اقفل المحضر يا ابني. الحلو في القضية دي ان العلم ما بيقفش يتفرج على نزيفك. الطب النفسي هو فرقة تفكيك المتفجرات بتاعتك. العلاج الدوائي مش مجرد منومات، ده بيرمم الهاردوير اللي باظ وبيظبط كيمياء المخ. والعلاج السلوكي بيديك شفرة لفك الكلبشات اللي حصلت جوه دماغك علشان تفهم افكارك وتطرد العصابة دي بره دماغك وترجع تمسك ريموت حياتك من تاني. بس المحكمة النهاردة مش بتنطق بالحكم عشان تقولك اتعالج وبس، دي بتنطق بالحكم عشان نرحم بعض. زي ما اتفقنا ان ممكن يبقى في عصابة مسلحة ممكن تحتل دماغك وانت مش عارف، لازم نفتكر انها ممكن تكون محتلة دماغ اي شخص قدامك. لازم تفتكر صاحبك اللي في الشغل اللي دايما ساكت، او صاحبك التاني اللي ما بقاش بيرد على رسايلك، او حتى الشخص اللي اتعصب عليك فجأة من غير اي مبرر منطقي. هو كمان عنده عصابة بتخرب في دماغه. لما تلاقي انه في حد قريب منك فجأة عمل تصرف غريب ومندفع، قبل ما تنصب له المشنقة وتحكم عليه، افترض للحظة ان الريموت مش معاه. افتكر ان في مجرم خفي سحب منه الكنترول وبقى بيحركه غصب عنه. ده مش معناه ان احنا نقبل الاذى ونسيب حقنا، بس ده معناه ان احنا نلتمس العذر ونهونها على بعض شويه، لان الدنيا لبش والحياه مش مستاهله حروب اكتر من كده. لو الطب النفسي هو القوات الخاصه اللي بتحرر الرهينه، فالرحمه والتقبل هو الدرع اللي بيحمينا من رصاص العصابه دي. خليك المساحه الامنه اللي صاحبك يقدر يرمي فيها سلاحه من غير ما يخاف من احكامك. قول لي في التعليقات مين الشخص او الصاحب اللي بيفهمك وقت ما الريموت بيضيع منك، واعملوا منشن لبعض واشكروهم انكم متحملين بعض. التحقيق لسه مستمر، وسلامتكم النفسية بالدنيا. سلام.